اهلا بيكم شباب سنه اولى تجاره انجليش. يا رب تكونوا بخير وموفقين في امتحانات الميد ترم. انا عارف ان الامتحانات جايه في وقت رمضان مع الصيام ودخلة العيد، فشدوا حيلكم وبالتوفيق ان شاء الله. قبل ما ندخل في موضوع فيديو النهارده، حابب اطمنكم من ناحيه ماده الماكرو ايكونومكس واقول لك ما تقلقش، الماده مش صعبه، ومن خلال القناه هنا هنلم مع بعض كل حاجه عن الماده قبل امتحانات الميد ترم. احنا في فيديو النهارده هنتعلم مع بعض كل حاجه تخص تشابتر 22، وبعدها هينزل لك فيديو عن تشابتر 23، وبكده نكون لمينا كل التشابترز اللي داخله في امتحان الميد تيرم، وفاضل لك فيديو المراجعه اللي هيكون شامل ولامم كل حاجه عن امتحان الميد تيرم. كل اللي عليك انك تكون مذاكر كويس الفيديوهات اللي بتنزل اول باول عشان تكون مستعد لفيديو المراجعه. ويلا بينا ما نضيعش وقت ونخش على طول في فيديو النهارده، وهو تشابتر 22. وتشابتر 22 ده تشابتر سهل ولذيذ، بيتكلم عن كام نقطة هتلاقي فيهم كتير خدناها في التشابترز اللي قبل كده. وده تشابتر بيتكلم عن الانemployment، الانفليشن، اللونج ران جروث. طيب اول حاجه بيتكلم عنها التشابتر وهي الانemployment او البطاله، ودي هنعرف عنها كام نقطه. اول حاجه هو مين الامبلويد بيرسون والانامبلويد بيرسون، ودي كنا اتكلمنا عنها في تشابتر 20 في اول فيديو في البلاي ليست في الماكرو ايكونومكس سنه اولى. الامبلويد بيرسون is a person who work for a pay or for money، يعني ده الشخص اللي عنده 16 سنة أو أكتر وبيشتغل عشان خاطر الفلوس، وبيندرج تحت اسم الامبلويد بيرسون الشخص اللي في وظيفة وواخد أجازة مرضية أو أجازة سفر، سواء الأجازة دي مدفوعة الأجر أو مش مدفوعة الأجر. يبقى خلي بالك عشان أسئلة true or false واللي choices. Employed person is a 16-old person or older who work for money or for pay. بيندرج معاهم الشخص اللي في وظيفة يعني already employed وخد أجازة من شغله، سواء أجازة مرضية أو أجازة سفر أو أجازة علاج، أيا كان بيدفع له فيها فلوس أو مش بيدفع له فيها فلوس، اسمه employed person. يعني ال person who has a job and temporarily absent with or without pay. اما ال unemployed person ده شخص عنده 16 سنة او اكتر ومش بيشتغل، ولكنه بيدور على شغل على الاقل في اخر 4 اسابيع. يعني ال unemployed person is a 16 or older person who isn't work but seriously seeking for a job at least within the last 4 weeks. لما نجمع الاتنين مع بعض الامبلويد بيرسون والانemployed بيرسون يدينا الليبر فورس او القوة العاملة. يبقى الليبر فورس ايكوال الامبلويد بيرسون بلس الانemployed بيرسون. جميل قوي. هنا بقى في نوع تالت مش بيشتغل، مش عايز يشتغل ومش بيدور على شغل، يا اما عشان هو مش عايز يشتغل يا اما عشان هو من كتر ما كان بيدور على شغل زهق واستسلم. النوع ده بنسميه الديسكاريج وركر افكت او تأثير الاشخاص اليائسين من البحث عن عمل، وده مش بيندرج ضمن الليبر فورس. يبقى الليبر فورس زي ما اتفقنا employed person unemployed person هم دول الليبر فورس. اما الديسكاريج وركر افكت الشخص اللي يأس من كتر ما هو بيدور على شغل وما لقاش، او الشخص اللي مش عايز يشتغل ومش بيدور على شغل، دول مش بيندرجوا ضمن الليبر فورس. جميل قوي. احنا بقى هنا لو جمعنا الثلاث اشخاص مع بعض اللي هم الامبلويد الانemployed الهو ازنت ان ليبر فورس اللي هم قلنا عليهم الديسكاريج وركر افكت، الثلاثه مع بعض يدونا حاجه اسمها البوبوليشن او working age. طيب لو فاكرين من اول فيديو كنا بنحسب ال unemployment rate ازاي؟ قلنا ان ال unemployment rate او معدل البطالة equal ال unemployed person على ال employed plus ال unemployed person مضروبين في 100. بمعنى تاني ان ال unemployed مقسوم على ال labor force مضروبين في 100، لان احنا لسه قايلين من شوية ان ال employed plus ال unemployed يدونا ال labor force. وعلى نفس الطريقة ممكن نعرف معدل التشغيل أو العمالة اللي هي الامبلويمنت ريت. الامبلويمنت ريت بتساوي الامبلويد بيرسون مقسومة على الامبلويد بيرسون بلس الانemployed بيرسون مضروبين في 100. يعني بشكل تاني الامبلويمنت ريت بتساوي الامبلويد بيرسون مقسومة على الليبر فورس مضروبين في 100.
اما لو عايزين نحسب معدل اشتراك الناس اللي داخل القوة العاملة داخل الاقتصاد بنحسب حاجة اسمها الليبر فورس بارتيسيبيشن ريت. تاني، الليبر فورس بارتيسيبيشن ريت، يعني بنحسب معدل أعمار الأشخاص المندرجين في القوة العاملة سواء من العاملين الامبلويد بيرسون أو غير العاملين الانemployed بيرسون، لأن احنا قلنا إن الليبر فورس equal employed plus unemployed، وده بيساوي الليبر فورس مقسومة على البوبوليشن working age. تاني، الليبر فورس على البوبوليشن working age مضروبين في 100 يدينا الليبر فورس participation rate. أما لو عايزين نحسب معدل أو نسبة الأشخاص العاملين فقط من البوبوليشن داخل الإيكونومي فبنحسب حاجة اسمها الامبلويمنت participation rate. يبقى احنا خدنا الليبر فورس بارتيسيبيشن ريت ده معدل اشتراك الناس في القوة العاملة. لو عايزين نحسب معدل الأشخاص العاملين فقط من البوبوليشن داخل الليبر فورس ده بنحسب الامبلويمنت بارتيسيبيشن ريت، وده بيساوي الامبلويمنت على البوبوليشن وركينج ايج مضروبين في 100. طب حلو قوي. الأسئلة بقى على الجزئية دي بتيجي ازاي؟ الجزئية دي بتيجي في الامتحان على شكل مسألة وانت بتحلها بالتعويض. يعني ايه بالتعويض؟ يعني يديلك مثلا عدد الامبلويد عدد الانemployment ويكون عايز الانemployment ريت، وهكذا يديلك حاجة وانت تجيب بالقانون التعويض بتاعها عشان تعرف بقية المسألة. وانا مش هضيع لك وقتك في اسئله في الفيديو بتاع النهارده عشان بجمع لك كل الاسئله المتوقعه في الامتحان في فيديو المراجعه. ودلوقتي هنتعرف مع بعض على انواع البطاله types of unemployment، واحنا عندنا 4 انواع من البطاله. اول نوع اسمه structural unemployment او البطالة الهيكلية، والنوع ده من اسمه كده ان السبب في البطالة هو change in structure of economy. هيكل الاقتصاد ككل بيتغير، بيحصل فيه تغيرات، ده اول سبب من اسباب البطالة الهيكلية structural unemployment. يبقى بسبب رقم 1 change in structure of economy، رقم 2 mismatch between job requirements and workers qualifications. تاني سبب في structural unemployment هو المسماتش between الجوب requirements والworkers qualification. يعني ايه؟ يعني في مشكلة بتحصل في السوق بتسبب بطالة هيكلية. ايه المشكلة ديت؟ ان الجوب ريكوايرمنت او متطلبات الوظائف داخل السوق بتكون اعلى من الوركرز كواليفيكيشن. يعني في ميس ماتش بين متطلبات الوظائف عايزة كواليفيكيشن معينة، والناس اللي في السوق اللي هم الموظفين او طالبين الوظائف عندهم كواليفيكيشن اقل من الريكوايرمنتس بتاع الجوب ديت، وده اللي بيسبب structural unemployment. ودي نقطة مهمة جدا أنا حابب أتكلم فيها معاك بره عن المنهج، لأن ده أساس هدف القناة، هو تخريج طالب تجارة إنجليش عنده كواليفيكيشنز اللي تأهله لسوق العمل. اوعى تكون فاكر انك لما تخلص تجارة انجليش حضرتك كده بقيت مؤهل خلاص انك تشتغل في اماكن كبيرة. لا خالص، حتة انك تتخرج من تجارة انجليش ده جزء مهم وفي تعب كبير وفي مجهود كبير، وطبعا ده جزء كبير عليك، لكن مش ده لوحده اللي يخليك تشتغل في اماكن كبيرة زي البنوك والشركات المالتي ناشونال. وعشان كده هدف القناة مش بس شرح المواد بخبرة علمية وعملية، لا ده كمان يخليك عندك المؤهلات اللي تخليك تتخرج تدور على الشغل اللي الجوب ديسكريبشن بتاعه يديلك فيه ستارت ب15 وب17 ألف، مش شغل يخليك تشتغل ستارت ب5 وب6000 جنيه. وده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. وبما ان متطلبات الوظائف او الجوب ريكوايرمنتس والمؤهلات العلمية والعملية عملية مستمرة between الجوب requirements and workers qualification، وعشان كده structural unemployment cannot be zero.
تاني نوع معانا في البطالة هو cyclical unemployment أو البطالة الدورية. فاكرين في أول فيديو لما شرحنا البيزنس سايكل اللي قلنا عليها هي ups and downs للإيكونوميك performance؟ أهي cyclical unemployment أو البطالة الدورية دي so related to البيزنس سايكل، يعني ده نوع من البطالة مرتبط بالبيزنس سايكل للإيكونوميك performance. لما يكون في ريسيشن البطالة بتزيد، ولما يكون في جروث البطالة بتقل، وعشان كده النوع دوت متغير بشدة sharply fluctuating. كمان هي unemployment above the natural rate of unemployment، يعني نوع البطالة السايكوليكال unemployment النوع ده الريت بتاعه أو معدل البطالة فيه بيفوق المعدل الطبيعي من الأنواع التانية في البطالة. تالت نوع معانا في unemployment هي frictional unemployment. frictional unemployment أو البطالة الاحتكاكية ده نوع بيظهر لما واحد يكون شغال في شركة ويكون عايز ينقل لشركة تانية بسبب مثلا ان هو مبقاش مبسوط فيها او جاله مثلا اوفر احسن في شركة تانية، فبيبقى عايز يمشي من الشركة اللي هو فيها عشان يروح يشتغل في شركة تانية. الفترة اللي بيقعد فيها في البيت ما بين ان هو ساب الشغل في الشركة الاولانية ولسه هيشتغل في الشركة التانية، الفترة اللي ما بين الانتقال ما بين الشركتين اللي بيقعد فيها دي اللي بنسميها الفريكشنال unemployment. يعني دي بتحصل بسبب التيرن اوفر ان ليبر ماركت. ايه التيرن اوفر؟ التيرن اوفر لما حضرتك تكون شغال في شركه وتسيبها دي بنسميها تيرن اوفر. ولو خدت بالك ان الفريكشنال ان امبلويمنت عكس اول نوع اتكلمنا عليه في الان امبلويمنت اللي هو الاستراكشرال ان امبلويمنت. ليه؟ لان الاستراكشرال ان امبلويمنت كان لونج ران جوب سكيل ميس ماتشنج، اما الفريكشنال ان امبلويمنت ده شورت ران جوب سكيل ماتشنج بروبلم، يعني ده بيحصل لفتره قصيره مش زي الاستراكشرال بيحصل في لونج ران. والاتنين الاستراكشرال خلي بالك عشان اسئله الام سي كيو ترو اور فولس، الاستراكشرال ان امبلويمنت والفريكشنال ان امبلويمنت الاتنين cannot be زيرو لانها عمليه مستمره، واحده لونج ران اللي هي الاستراكشرال والتانيه شورت ران اللي هي الفريكشنال. رابع نوع معانا في unemployment هو natural rate of unemployment. ايه ده تاني كده؟ natural rate of unemployment معدل طبيعي للبطالة. وده بيحصل كجزء طبيعي في حركة الاقتصاد حتى في مراحل التوظيف الكاملة. يبقى natural rate of unemployment occurs as a normal part of economy even if the economy at its full employment level. طب ثانية واحدة، هو ايه الفول امبلويمنت ليفل؟ الفول امبلويمنت ليفل او مستوى التوظيف الكامل دي بتحصل لما يكون الانemployment ريت بتساوي الناتشرال ريت اوف unemployment. تاني الناتشرال ريت اوف unemployment قلنا ده جزء طبيعي بيحصل في الاقتصاد حتى في مرحلة الفول امبلويمنت. طب ده بيحصل امتى؟ امتى بتحصل عملية التوظيف الكامل اللي هي الفول امبلويمنت ليفل؟ دي بتحصل لما يكون الانemployment ريت او معدل البطالة بيساوي المعدل الطبيعي للبطالة اللي هو الناتشرال ريت اوف unemployment. طب والناتشرال ريت اوف unemployment بيساوي ايه؟ الناتشرال ريت اوف unemployment بيساوي الفريكشنال unemployment بلس الستراكشرال unemployment. الاتنين اللي قلنا عليهم ان هم عمرهم ما هيكونوا زيرو. ركز في التيبس اللي انا كاتبها لك عند كل نوع عشان دي التيبس اللي بتيجي في الامتحان بس بصيغه true or false or choices، فركز في كل نوع عشان تبقى عارف حل الاسئله. جميل قوي، يبقى احنا كده عرفنا كل حاجه عن اول نقطه في التشابتر وهي الانemployment. تاني حاجه بيتكلم عنها التشابتر وهي الانفليشن، وزي ما قلت لك في اول الفيديو ان تشابتر 22 ده تشابتر معظم الحاجات اللي فيه هتلاقينا متكلمين عليها في الفيديوهات اللي فاتت. زي ما عرفنا ان الانفليشن دي عملية continuous and sustained increasing in the prices level، دي حاجات احنا واخدينها في التشابترز اللي فاتت. اللي عكسه
هو الديفليشن، ودي برضو عرفنا ان هي decreasing in the level of prices of goods and services between two periods. حتى احتساب الانفليشن احنا برضو عارفينه من اخر فيديو شرحناه لما حسبنا الجي دي بي ديفليتر. افتكر معايا لما قلنا ان الجي دي بي ديفليتر ده مؤشر بيقيس مستوى الاسعار اللي change in prices level، وكمان انه برايس اندكس مؤشر سعر. ودي الطريقه الاولى اللي عرفنا بيها احتساب الاسعار للسلع والخدمات. طب الشابتر ده ايه الجديد فيه؟ ان هو بيحسب الاسعار عن طريق الكونسيومر برايس اندكس. ايه الكونسيومر برايس اندكس او اللي بنسميه السي بي اي؟ هو مؤشر قياس الاسعار الاستهلاكيه. طب ده بيساوي ايه؟ السي بي اي ده بيساوي الكارنت فاليو اوف كونسيومر باسكت اوف جودز اند سيرفيسز مقسومه على الفاليو اوف ذا سيم باسكت اوف جودز اند سيرفيسز لاست يير مضروبين في 100. تاني، السي بي اي او الكونسيومر برايس اندكس ده بيساوي الكارنت فاليو اوف كونسيومر باسكت اوف جود اند سيرفيسز على الفاليو اوف ذا سيم باسكت اوف جود اند سيرفيسز لاست يير. يعني بيحسب القيمة الحالية من السلع الاستهلاكية سواء من الجودز او السيرفيسز اللي بيشتريها الكونسيومر مقسومة على نفس الباسكت من الجودز والسيرفيسز بس بالفاليو بتاعت السنة اللي فاتت مضروبين في 100. وزي ما قلت لك ان انا في الشابتر ده او في الفيديو ده مش هدي مسائل، انا بس هخلي الفيديو ده والفيديو اللي جاي شابتر 23 شرح فقط، وبدي لك فيها كل القوانين اللي هتيجي في الامتحان. اما فيديو المراجعة هيكون كله اسئلة، وان شاء الله هتكون sufficient جدا انك تجيب جريد A في الماكرو ايكونومكس. كل اللي عليك انك تكون مذاكر كويس قوي الفيديوز اللي بتنزل على القناة. ومن خلال احتساب السي بي اي او الكونسيومر برايس اندكس ممكن نعرف الانفليشن ريت او معدل التضخم. الانفليشن ريت بيساوي السي بي اي year 2 minus السي بي اي year 1 مقسومين على السي بي اي بتاع الير 1 مضروبين في 100. وخلي بالك كده يبقى احنا عندنا احتساب الانفليشن ريت بطريقتين. اول واحدة اللي في الفيديو اللي فات في تشابتر 21 بارت 2 لما قلنا ان الانفليشن ريت بيساوي الجي دي بي ديفليتر للسنة الثانية ماينس الجي دي بي ديفليتر للسنة الأولى مقسومين على الجي دي بي ديفليتر للسنة الأولى مضروبين في 100. وأنا هنا بجمع لك الكلام ده عشان ما تتلخبطش وتركز انك عندك للانفليشن ريت اكتر من طريقة، وعلى حسب معطيات السؤال هنعرف نستخدم انهي قانون فيهم. بس السؤال هنا هو انهي الافضل، احتساب الانفليشن ريت بطريقة الجي دي بي ديفليتر ولا بطريقة الكونسيومر برايس اندكس؟ الحقيقة ان الكونسيومر برايس اندكس افضل من الجي دي بي ديفليتر. طب ليه؟ لان السي بي اي او الكونسيومر برايس اندكس بيكفر all prices of goods and services which commonly bought by consumer. تاني، السي بي اي ده بيحدد وبيغطي كل الاسعار من السلع والمنتجات اللي بيشتريها الكونسيومر نفسه، على عكس الجي دي بي ديفليتر. لان لو تفتكر معايا احنا قلنا ان الجي دي بي ديفليتر ده برايس اندكس، هو مؤشر سعر بيكفر الجودز والسيرفيسز produced in the whole economy. يبقى تاني، السي بي اي في احتساب الانفليشن ريت افضل من الجي دي بي ديفليتر لان السي بي اي بيكفر كل الاسعار بتاعت الجودز والسيرفيسز اللي بيشتريها الكونسيومر. اما الجي دي بي ديفليتر the price index بيكفرز الجودز والسيرفيسز which produced in the whole economy. كمان ال CPI أو ال Consumer Price Index includes the prices of imported goods. يعني ال CPI بيضم معاه ال prices بتاعت السلع المستوردة، على عكس ال GDP Deflator اللي ما بيحتويش على أسعار ال imported goods. تالت حاجة بنحسب بيها الأسعار أو الانفليشن ال Producer Price Index ال PPI. يبقى ال PPI أو ال Producer Price Index ده represent ال prices level of producer goods and services at all production stage. يعني ده مؤشر للأسعار في كل مراحل الإنتاج من خلال ال producers. وعشان كده أي change in producer price index بيأثر أو بيرفلكت على اللي change في ال CPI. يبقى تاني، اللي تشينج في ال PPI reflects اللي تشينج في ال CPI.
تمام قوي. بعد كده عندنا الانترست ريت او معدل الفايده، والانترست ريت عندنا منه نوعين: nominal interest rate و real interest rate. النومينال انترست ريت او معدل سعر الفايده الاسمي دي الانترست ريت on loans which not adjusted to inflation، يعني دي الانترست ريت على القروض، والنوع دوت اللي هو nominal interest rate not adjusted to inflation. النوع التاني هو real interest rate وده adjusted to inflation. والreal interest rate بتساوي النومينال interest rate minus الانفليشن ريت، وهنا ده معناه ان لو النومينال interest rate اكبر من الانفليشن ريت فالريل انترست ريت هتكون بوزيتيف، وما دام الريل انترست ريت بوزيتيف ده هيكون كويس او في صالح او في افاده الكريديتورز، والكريديتورز هم الليندرز، وطبعا مش هيكون في صالح البورورز او الديبتورز. وعلى العكس لو النومينال انترست ريت اصغر من الانفليشن ريت فده يخلي الريل انترست ريت نيجاتيف، وما دام الريل انترست ريت نيجاتيف ده يكون في صالح البورورز او الديبيتورز مش في صالح الليندرز اللي هم الكريديتورز. ولو النومينال انترست ريت ايكوال الانفليشن ريت ده يخلي الريل انترست ريت ايكوال زيرو، وما دام الريل انترست ريت ايكوال زيرو ده معناه no one gain no one loss، مفيش خسارة ومفيش مكسب. واخر حاجة هنعرفها مع بعض عن الانفليشن هي اضرار الانفليشن او الكوست اوف انفليشن. الانفليشن بيسبب 4 اضرار في الاقتصاد. رقم 1 انه بيديكريز او بيقلل الستاندردز اوف ليفينج او مستوى المعيشة، وده احنا عارفينه ان زيادة التضخم او زيادة الاسعار بتقلل في مستوى المعيشة. ليه؟ لانها بتقلل او بتعمل ريديوس للبرشيزنج باور اوف ماني. يعني ايه reduce the purchasing power of money؟ الحاجة اللي حضرتك كنت بتشتريها ب 100 جنيه بكرة هتبقى ب 200 جنيه، فهنا البرشيزنج باور قلت. لو حضرتك بال 100 جنيه بتشتري 4 حاجات، لما يكون في انفليشن ال 100 جنيه هتجيب لك حاجة او حاجتين، فده اسمه reducing of purchasing power of money. تاني ضرر بيسببه الانفليشن في الاقتصاد هو make purchasing the same goods and services more expensive، يعني الحاجة اللي احنا بنشتريها نشتري نفس الحاجة هي بس مع الانفليشن بتبقى اسعارها اغلى. تالت حاجة من اضرار الانفليشن ان ممكن يكون benefits للديبيتورز اللي احنا قلنا عليهم اسمهم borrowers at expense of creditors او الليندرز. يعني الانفليشن ده بيتماشى في صالح الديبيتورز او البورورز مش في صالح الكريديتورز او الليندرز. يعني زي البنك اللي هو borrowers او ديبيتور لما بيدي للكريديتورز او الليندرز كارد اثناء الانفليشن، البنك اللي هو ديبيتور او بورور هو ضامن ان الريتيرن in the future is higher. يعني كده ولا كده مع الانفليشن البنك ضامن ان فلوسه هترجع بالزيادة، فكده المستفاد اثناء الانفليشن هو البورور او الديبيتور، لكن ده مش بيكون في صالح الكريديتورز اللي هو المقترض او اللي خد قرض من البنك اللي بنسميه ليندر. عشان كده الانفليشن بيأثر بالسلب على الليندر او الكريديتور. رابع نقطة والأخيرة من أضرار الانفليشن ان الانفليشن بيعمل عملية تشينج ذا ديستريبيوشن اوف انكم. يعني ايه بيأثر في توزيع الدخل؟ يعني حضرتك لو في موظف مرتبه ثابت او الانكم اللي بيخش له مبلغ ثابت، مع الانفليشن يعني الاسعار بتزيد فده هيبقى لوس في الانفليشن، ده هيخسر في الانفليشن. ليه؟ لان الاسعار عمالة تزيد وهو الدخل بتاعه ثابت. اما لو شخص تاني متعدد مصادر الدخل، ليه دخل من اكتر من جهة ومن اكتر من مكان، فهنا الدخل اللي بيخش له او الفلوس اللي بيكسبها لو اقل من زيادة الاسعار فهو هنا زيه زي الموظف اللي قلنا عليه من شوية بيخسر في الانفليشن، فهنا هو loss in inflation period. اما لو الدخل اللي بيخش له بيكون المعدل بتاعه اكبر من معدل زيادة الاسعار فده طبيعي ان هو بيكسب اثناء الانفليشن. الفلوس اللي داخلاله معدلها اكبر من معدل زيادة الاسعار في السوق. ولو الدخل اللي بيخش له معدله بيساوي معدل زيادة الاسعار فهنا هو لا كسبان ولا خسران، بس مش بيعاني not suffer. واخر حاجة معانا في التشابتر هو اللونج ران جروث.
واحنا عندنا من النمو طويل الاجل 3 انواع. اول نوع هو الاوتبوت جروث، وده الجروث ريت اوف اوتبوت اللي احنا سميناه في الفيديو اللي فات الريل جي دي بي. والاوتبوت جروث بيساوي الريل جي دي بي لير 2 ماينس الريل جي دي بي لير 1 مقسومين على الريل جي دي بي لير 1 مضروبين في 100. طب جميل قوي. طب هو ايه اللي ممكن يزود لنا الناتج داخل الاقتصاد؟ يعني ايه اللي ممكن يعمل نمو في زيادة الانتاج داخل الاقتصاد؟ 3 حاجات ممكن يزودوا لنا الناتج داخل الاقتصاد. اول حاجة اننا نزود الليبرز او نزود عدد ساعات العمل الوركينج اورز. تاني حاجة اننا نزود الكابيتال، نعمل increasing capital or technology level، وده بيزود الكواليتي اوف ماشينز. تالت حاجة ممكن نعمل improving للكواليتي اوف ليبرز، العمال اللي موجودين في المصانع والشركات نعمل لهم education، نديهم كورسات ونعمل لهم training. كل ده يعمل لنا زيادة في الانتاج او زيادة في الجي دي بي. تاني نوع معانا من الجروث بير كابيتا اوتبوت جروث، او نمو نصيب الفرد من الانتاجيه، وده الجروث ريت اوف اوتبوت بس بير بيرسون، يعني ده متوسط نصيب الفرد من معدل النمو داخل الاقتصاد. والبير كابيتا اوتبوت جروث او البير كابيتا جي دي بي بيساوي البير كابيتا اوتبوت للير 2 ماينس البير كابيتا اوتبوت يير 1 على البير كابيتا يير 1 مضروبين في 100. وممكن نحسب البير كابيتا اوتبوت جروث ريت عن طريق الجروث ريت ان جي دي بي اللي هو الاوتبوت، نشيل منه الجروث ريت ان بوبيوليشن. طب ثانية واحدة، هو احنا اصلا بنحسب ازاي البير كابيتا جي دي بي او الاوتبوت بير بيرسون؟ قال لك البير كابيتا جي دي بي ايكوال الجي دي بي اللي هو الاوتبوت مقسوم على النمبر اوف بوبيوليشن. وتالت نوع معانا هو البرودكتيفيتي جروث او نمو الانتاجيه، وده growth rate of output بس per worker. وعشان نحسب الليبر productivity growth rate ده بيساوي الليبر productivity year 2 minus الليبر productivity year 1 مقسوم على الليبر productivity year 1 مضروبين في 100. وممكن نحسبه عن طريق الجروث ريت ان جي دي بي، نشيل منه الجروث ريت ان ليبر. طب والليبر برودكتيفيتي دي انا بحسبها ازاي؟ الليبر برودكتيفيتي بتساوي الجي دي بي او الاوتبوت على النمبرز اوف ليبرز. وهنا لو ركزت في الفيديو هتعرف ان تشابتر 22 كله عبارة عن مفاهيم وقوانين، هي بس محتاجة منك شوية تركيز عشان تعرف تحل في الامتحان. وزي ما اتفقنا ان الاسئلة على النوع ده بتبقى عبارة عن مسائل وانت بتحط القانون وتعوض، بالاضافة طبعا لاسئلة الترو اور فولس والام سي كيو. في الفيديو اللي جاي هنشرح مع بعض التشابتر 23، وده هيكون اخر فيديو قبل فيديو المراجعة لامتحان الميد ترم. فهقول لك تاني مش عايزك تقلق خالص من الامتحان، لان فيديو المراجعة هيكون شامل كل حاجة بالاسئلة ان شاء الله. بس كل اللي مطلوب منك انك تذاكر كويس جدا الفيديوهات اللي فاتت بالتشابتر 23 اللي هينزل ان شاء الله، عشان تكون مستعد للمراجعة كويس جدا، وتكون مراجع القوانين كلها وكل النوتس اللي قلتها في الفيديوز تكون مذاكرها ومراجعها كويس، عشان تكون داخل على فيديو المراجعة وانت عارف ازاي بنحل الاسئلة. وما تنساش لو عندك اي سؤال في فيديو النهاردة اسألني في الكومنتس وانا هرد عليه. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وشير الفيديو مع اصحابك عشان الكل يستفاد قبل الامتحان. اشوفكم على خير وشكرا لحضراتكم.